قبل ما يبدأ عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحمد رمضان وأنت ما تعرفنيش بلخص أنمي. بص أنت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف أقوى وأجمد ملخصات الأنمي. يلا بينا نبدأ. روح اشتركوا في قناتي التانية يا أبطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك أقوى ملخصات الأنمي، وهننزل حاجات كتير الفترة الجاية يا أبطال بإذن الله، وأنا واثق إنها تعجبكم. بعد كده بيتجمعوا في النادي وبتكون شايه نايمة وبتصحى بتقول إنها بقت تحلم بالملكة كتير الفترة دي وإنها قوية جدا، بتقول إنها قابلت قرطها في البطولة بس عمرها ما حلمت بيه، وبتقول كمان انها عايزه تقابله، ونشوف قرطها وهو راح بيطلب من مدرب جمعيه ناجومو للكاروتا في فوكوي انه ينضم ليهم، ونشوف الملكه بتتدرب، ونشوف كمان فريق شايه بيتدرب بكل قوه، وبنرجع مع مهرجان رياضي في المدرسه بين النوادي بيكون سباق جري، وبنشوف شايه مستعده، بنشوف المعلمه بتدي اشاره البدء وبتجري شايه بسرعه على قد ما تقدر، بعدين بتبدل مع تاتش وبيكمل هو جري شويه، ونشوف حماس الجمهور بالسباق، وبعدين بيتبدل تاتش مع كنادي وبتكمل جري، وبعدين بيتبدل مع سوتومو، وبعدين بيكمل شويه وبيتبدل مع نشيده اللي بيجري بكل سرعته بيقدر يسبقهم وبيفوز نادي الكاروتا. بعد كده بنشوف شايه نايمه على الارض في النادي متحسره عشان ما حدش يهتم يتقدم للنادي بعد ما شاركوا في السباق عشان يلفتوا الانتباه، بتقول لها كنادي ما تزعليش وان في ناس جت تتفرج بس مشيوا عشان شافوا ان الموضوع صعب عليهم. بعد كده بيجي تاتشي ومعاه بحث بكل بطولات الكاروتا اللي قريبه من طوكيو، وبيشوفوا هيشاركوا في اي بطوله، تفتكر شايه الملكه وانها ممكن تقابلها في بطوله، بيقول تاتشي شايه انها محتاجه تلعب كتير عشان يبقى عندها خبره اكتر، وبيقول لنشيده انهم محتاجين يشاركوا في بطوله الفئه بي عشان يبقوا من الفئه A، وبيقول لكنادي وسوتومو يلعبوا في بطوله الفئه دي عشان مستواهم يعلى. وبعدين بتيجي مكالمه لتاتشي ولما بيخلص بيقول لهم بحماس ده لازم نركز على احلامنا الفرديه، وبيفتكر بقيه الفريق انه كان بيكلم حبيبته، وبعدين بيقول لهم يلا عشان نتدرب، وبيروح يطلع البطايق وبيسال نفسه هل قرطها هيبقى موجود في البطوله، وبيبدا التمرين وبيلعب تاتشي بكل حماس، بيقول انه لازم يبقى من الفئه A عشان يشارك مع قرطها في البطوله. بعدين بياخدوا استراحه من التمرين وبنشوف سوتومو وهو بيقول انه مبسوط انه بيقضي الصيف معاهم مش لوحده زي ما كان متعود، بس بيقول انه بيتدرب كتير بس عضلاته لسه ضعيفه ومش بتقوى، بيكون حزين شويه، وبنشوف شايه بتدي شويه نصايح لكنادي عشان التدريب بيسمعوها سوتومو، وبيروح لكنادي وبيقول لها انت بتتدربي كتير بس بطريقتك، وبتقول له انها كانت بتقول انها مش هتقدر تفوز على شايه والباقيه في البطايق البعيده عشان ايديها صغيره بس تقدر تسحب منهم البطايق القريبه، وبتقول لها انها مش مهتمه لو جسمها مش رياضي، وبتقول لها انها بتشوف الكاروتا على انه فن عشان الرجال والنساء بينافسوا بعض بيه، وبتقول له كمان انها مش هتسمح له يفوز عليها، وبنشوف ان كلامها رجع الشغف لسوتومو، وبنشوفه بيقول انه مبسوط ان لعب الكاروتا وانه متاكد انه هيتغير جسديا وعقليا للاحسن ومستواها يعلى. وبعدين بنشوف شايه وتاتشي في المحطه وبيتدربوا ايديهم هم مستنين المترو، وبعدين بيركبوا مترو، وبيقول تاتشي انه هيشارك في بطوله كانوزو اخر الاسبوع، وبتقول له شايه مش هتروح بطوله سايتاما، بيقول لها ده لسه الاسبوع اللي بعده، بتقول له هاجي معاك اتفرج، وبتساله هي بعيده، وبيقول لها ايوه ومحتاجه فلوس عشان الطريق، بعدين بتنام شايه على كتفه وبيحاول يمسك ايديها بس بيسقف وبيخضها وبيصحيها، بعدين بيتمشوا البيت وبيقول لها تاتشي انه هيفوز وهيبقى من الفئه A، وبعدين بيروح تاتشي البطوله بيتفاجئ بنشيده هناك وبيقول له بتعمل ايه هنا، وبيقول له نشيده ان معلمه دعاه يشارك، بيقول له تاتشي انت بتكذب، وبيقول له نشيده طب انت جيت ليه، كنت عايز توصل للفئه الاول، بيقول له ما انت كمان كنت عايز توصل، بعدين بيركز تاتشي في المباراه والفوز، بنشوف ان اللي قدامه سريع قوي وبياخد منه البطايق، وبيروح لشايه وهي بتلعب مباراه في الجمعيه والمدرب بيتفرج عليها، ومع واحده بتقول له ان شايه بقت احسن من ساعه لما لعبت الملكه ومستواها عالي قوي وممكن تفوز على الملكه، وبنشوف شايه بتفتكر الملكه وهي بتلعب وبتقدر تاخد بطاقه بس بتكون البطاقه الغلط تخسر في الاخر، تقول انها كانت بتلعب كويس في الاول بس مش عارفه ليه خسرت، بعدين بيجي مدرب وبيقول لها بطلت تعتمد على سرعتك بس عشان تاخد البطايق، وبتتفاجئ من اللي بيقوله، بعدين بنشوفها في فصل سرحانه وبتيجي معلمه بتضربها على دماغها، بتقول اخر ميعاد لتسليم التقرير يوم الخميس، وبتقول في كتب في المكتبه هتساعدهم ولازم يهتموا بالموضوع عشان مستقبلهم، وبعدين بنشوف شايه في النادي قاعده مكتئبه تسال كنادي وبتقول هي قاعده بسبب الدراسه، شفت تاتشي ونشيده قاعدين زعلانين عشان خسروا هم كمان، وبيقولوا ان البطوله صعبه قوي، وبعدين بيروحوا عشان يتدربوا مع شايه بس بيلاقوها قاعده بتفكر وبيسالوها في ايه، وبتكون بتفكر في كلام المدرب، هو بيقول لها تبطل تعتمد على السرعه، وهي بتقول له مش هقدر افوز من غيرها، وبيقول لها لما كانت بتلعب الملكه كانت الملكه بتعتمد على السرعه بس، فبتقول له لا، وبعدين بيقول لها مش مهم لو قدرت تاخدي 10 بطايق بسبب سرعتك، لو خسرت الباقي لازم تبطلي تركزي على السرعه بس، بنشوف فريقها بينصحها وبيتفاجئ تاتشي انها بتفكر في كلام المدرب وانها بتفكر اصلا وهي غبيه وبتكون مش قادره تفهم كلام المدرب، وبعدين بيقول لها سوتومو تلعب ضد المباراه، بعد ما بيخلصوا بيقول سوتومو حل طريقه لعبها والبطايق اللي بتاخدها ونقاط قوتها وضعفها، وبيقول لها عليهم وايه اللي استنتجته، بتقول لها كنادي انها بتغلط كتير بسبب سرعتها في اختيار البطايق، بتقول لها في قصايد لها نفس البدايه وبتحكي لهم الفرق بين قصتين شبه بعض
وحكايه كل واحده وتعجب شايه باللي بتقوله وبتقول لها كنادي انها بتحب الكروته عشان هي معنى القصايد. بتفكر شايه في الكلام، بعدين بتكون شايه في المكتبه بتشوفها المعلمه بتتفاجئ انها دخلت المكتبه وبتروح لها وبتقول لها انها ما سلمتش التقرير لسه، وبتتفاجئ لما بتشوفها مركزه في اللي بتقراه وبتسيبها وتمشي. بعدين بتقول لها شايه ان السرعه مش كل حاجه ولازم نتعلم من كنادي. وبنرجع مع تاتشي وهو بيستعد لبطوله سايتاما، وبتكون ام كنادي بتظبط لها الهكامه وبتكون مبسوطه، وبتكون كنادي بتظبط الزي بتاع نشيده وبتقول سوتومو ما دام هنلبس الهكامه على طول انا عايز اتعلم البسه لوحدي. بتروح له كنادي وامها وهم متحمسين وبتقول له ان محلهم بيدي دروس لتعليم لبس الهكامه، وبتكون شايه مركزه ومتحمسه للبطوله. وبعدين بيشجعهم تاتشي للفوز وبيمشوا. بتشوف شايه بتلعب اول مباراه ليها في البطوله وطول الوقت بتفكر في كلام المدرب. بتشوف اللي قدامها معجبه بزي الهكامه بتاعها وبتقول لها انها جميل جدا. بتبص لها شايه وبتكون لابسه لبس لطيف وبتعجب بيه شايه. وبتبدا المباراه بتحاول شايه تغير اسلوب لعبها وبتفكر في طريقه جديده، وبتقدر تاخد اول بطاقه بتعجب اللي قدامها بسرعتها وبتكون اسمها كاني. وبتاخد شايه البطاقه الغلط وبتقول لها كاني ان اللي بيلعبوا بسرعه دايما بتلخبطوا في البطايق. وبتفهم شايه ليه المدرب كان بيقول ما تعتمديش على السرعه، وبتحاول تهدى وتفكر قبل ما تتحرك. وبتخسر بعدين كام بطاقه ورا بعض. بتقول كاني انها محظوظه انها بتلاعب حد بيعتمد على السرعه. بتستغرب شايه بتقول كده ليه. بعدين بتستعجل شايه وبتاخد البطاقه الغلط تاني. وبتحاول شايه تحمس نفسها وبتقول انها هتاخد البطاقه الجايه اكيد، بس بتاخدها منها كاني. وبتحاول شايه تهدى وتفكر هي بتخسر ليه، وبتفكر في طريقه لعب كاني واللي بتعمله وبتحلل الموضوع. بتفتكر كلام سوتومو وتحليله لعبها وان اللي قدامها ممكن يعرف نقط ضعفها بسهوله. بعدين بتقوم تقف وبتحاول تحط خطه وتشوف ازاي ممكن تغير من طريقه لعبها. ترجع تقعد تاني بس بتبعد شويه وبتستغرب كاني هي بتبعد ليه، وبتقول انها اكيد عندها خطه وبتعجب باللي بتعمله. ونشوف ان اسلوب شايه اتغير وده بيخلي كاني تغير شويه من اسلوب لعبها. وبتحلل لعب شايه وبتخسر شايه كام بطاقه بس بتكون قربت اكتر. ونشوف كاني فرحانه انها لسه مسيطره على المباراه. بعدين بتحاول شايه تلعب زي كاني وبتقلدها وبتقدر تلمس البطاقه مع كاني بس بتاخدها تاني بفرق البطايق. ونشوف ان شايه لقت طريقه جديده للعب بدل السرعه وبتقدر تكسب كام بطاقه بس بتخسر في الاخر بفرق 6 بطايق. بعدين بتشوف شايه كاني مع عيلتها وبتعجب بشكلهم وبتشكرها انها استفادت منها النهارده. وبتقول لها انها تتدرب كويس عشان تغير طريقه لعبها وانها تبقى ملكه. بتقول لها كاني وانا كمان مع ان عمري 35 سنه عمري ما فزت ببطوله كبيره بس لسه عايزه ابقى ملكه عشان بحب الكاروته قوي. تعجب شايه بكلامها. بعدين بترجع تشجع بقيه الفريق في النهائي وبتتصدم لما تعرف ان هم هيلعبوا بعض وبتكون محتاره تتفرج على مين. وبنشوف يورو جنبها وهو غضبان. بتساله شايه عملت ايه وبيقول لها بغضب ما عملتش حاجه وانه خسر من تاتشي في الجوله الاولى. وبتساله عن بقيه فريقه وبيقول لها انهم خسروا ومشوا. ونشوف تاتشي ونشيدا بيلعبوا بعض وكل واحد عايز يفوز. وبنشوف كنادي وسوتومو بيلعبوا بعض برضه. نشوف سوتومو هو بيقول انه معجب باسلوب لعب كنادي واجتهادها وبيتكلم عن تفاصيل لعبها وبيقول انه اكيد هيقدر يهزمها. وبتبدا المباراه وبنشوف الكل مركز مع اول كام بطاقه. بنشوف شايه محتاره ومش عارفه تتابع مين ومش قادره تركز مع حد. وبعدين بتبص لكنادي وبتستغرب انها غيرت طريقه قعدتها اللي كانت بتتدرب عليها وبتقول ان ممكن يكون السبب زي الهكامه. وبعدين بتاخد كنادي بطاقه وبتقوم تجيبها بكل هدوء عشان زي الهكامه يكون مظبوط على طول. وبنشوف شايه والكل معجبين بكنادي وازاي قادره تحافظ على جمال لبسها وهي بتلعب. وبنشوف كمان سوتومو وهو بيقول ان كنادي بتلعب احسن وهي لابسه الهكامه ويفكر ازاي ممكن يكسب وبيقدر ياخد بطاقه منها. وبيفضل يحلل لعب كنادي بيقدر ياخد كمان بطاقه وبيغلط سوتومو وبياخد الورقه الغلط من كتر التفكير. بعدين بيحاول يهدى وبنشوف شايه وهي معجبه بيهم وانهم اتطوروا وبقوا احسن. بنشوف كنادي قدرت تاخد بطاقه بطريقه بتدهش شايه. وبعدين بنشوفها بتحاول تتعلم منها على قد ما تقدر. وبتشوف تاتشي ونشيدا وهم بيلعبوا بكل قوه ويكون هيورو مركز معاهم وباين عليه انه غضبان. نرجع مباراه تاتشي ونشيدا وبيكونوا تعبوا شويه من كتر التركيز. وبيقدر تاتشي ياخد بطاقه وبيبص لشايه واللي بتكون مركزه جامد مع مباراه سوتومو وكنادي. ونشوفها وهي بتحلل الاخطاء اللي عملوها وطريقه لعبهم وبتحاول تستفاد منهم. نشوف سوتومو وهو بيعرق من التعب وبيقول ان الموضوع بقى صعب وانه خسران ولازم يعوض البطاقه اللي خسرها. وبيقدر ياخد بطاقه وبيفرح وبيحرك بطاقه بس بينصدم عشان حرك البطاقه الغلط من قله التركيز. وبيفضل يعاتب في نفسه. وبنشوف شايه بتقول ان سوتومو بيتدرب كويس وانه لاعب كويس وقوي بس لما بيخسر بيستسلم بسرعه بس بيرجع يستنى فرصه تانية. وبنشوف سوتومو بيحلل موقفه ويشوف طريقه يفوز بيها. وبعدين بيبص بيلاقي كنادي تعبانه قوي وكمان تاتشي ونشيدا. وبفتكر ايام التدريب وبيقرر انه يحرك بطايق وبيندهش الموجودين باللي عمله مش فاهمين هو عمل كده ليه بس هو بيكون عنده خطه وبيقدر ياخد بطاقه. تحاول كنادي تهدي نفسها وبتبدا تاخد بطايق بس بيقدر سوتومو ياخد البطاقه بسبب خطته. بيقولوا انه عايز يكسب ومش ممكن يخسر. شوف كنادي بتركز وبتحاول تحط خطه بس بتخسر بطاقه ومش بتستسلم. بتقدر تاخد بطاقه وبتتحمل شايه مع المباراه.
وبيكون فاضل لكندي بطاقه وبيحاول ستومو على قد ما يقدر ما يخسرش وبيلعب بكل قوه وبياخد كام بطاقه وبتقدر كندي تاخد البطاقه وتفوز. بيهناها ستومو وبيقول لها مبروك الفوز. بتعيط كندي عشان اخيرا بعد كل التدريب ده قدرت تفوز وبيحاول ستومو يهديها وبتعيط معاها شايه وبتكون فخوره بيها. بعدين بتفتكر شايه مباراه تاتشي ونشيدا وتصدم انها نسيتها خالص وبتسال هيورو ايه اللي حصل في المباراه بس بيكون مصدوم وبيكون فاضل لكل واحد بطاقه على شماله. بيحاول تاتشي يهدى ويفكر يعمل ايه وبتندم شايه انها ما تبعدش المباراه القويه دي وبيكون الكل مركز معاهم قوي ومستنيين يشوفوا هيعملوا ايه في الموقف الصعب ده. وبيفكر نشيدا في اللي ممكن يعمله تاتشي وبنشوف تاتشي بيهاجم ونشيدا بيدافع وكل اللي موجودين على اعصابهم. بشوف كمان شايه مركزه معاهم جامد وكل واحد فيهم متوتر وقلقان وعاوز يفوز. وبنتيج نشيدا من اصرار تاتشي بيحاول تاتشي بكل قوه بس الحظ بيكون مع نشيدا اللي بيقدر ياخد البطاقه اللي قريبه منه ويفوز. بيكون الكل متعاطف مع تاتشي وبعدين بيروحوا يغيروا هدومهم وبيقول تاتشي لنشيدا ان حظه كان احلى وبعدين بيطلع بره وبيقعد حزين وبيعاتب نفسه وبيجي له نشيدا وبيعتذر له تاتشي. بتتفرج عليهم شايه وبيقول له نشيدا انه مبسوط انه رئيس النادي وبيقعد يتريق على شايه شويه وده بيحبط شايه شويه بس عادي. بيقول له انه عايز يلعب معاه على طول وده بيبسط تاتشي. وبعدين بتيجي كنادي وامها وبيروحوا يركبوا العربيه وبيمشوا وبتكلموا شويه على مباراه وبتقول شايه لكندي انها اتحسنت جامد. بتقول لها كندي انها لعبت النهارده بمستوى اكتر من اللي كانت متوقعاه وده عشان كانت بتلعب ضد ستومو وده حفزني وشجعني جامد ما كنتش مضغوطه خالص. وبتفكر شايه في كلامها وانها بتضغط نفسها احيانا. وبتشوف تاتشي بينام وبتاخده ينام على كتفها وبتقول لهم انها عايزه تلعب معاهم كفريق تاني. ده بيفرحهم وبيشجع الكل يبقى اقوى وبيقعدوا يضحكوا مع بعض شويه وبعدين بيروح لاراتا اللي بيكون فرحان لما شاف ان شايه ونشيدا معاه في البطوله. نرجع مع فريق وبياخد استراحه من التدريب وبنشوف كندي بيتكلم شايه بس شايه بتكون سرحانه في حاجه وبعدين بتمشي كنادي. بشوف شايه بتفكر وهي بتحلل لعبها مع كنادي والباقي بتفكر في اسلوب جديد وبتجرب تتدرب عليه وهي بتفكر في ملكه وازاي ممكن تفوز عليها. وبنشوف بقى الفريق بيرجع وبيندهشوا لما يشوفوا تركيزها في التدريب. بيقول ستوما لو بتركز في الدراسه ربع تركيزها ده كانت هتبقى الاولى. بتروح شايه للمعلمه واللي بتقول لها انها مش هتسمح لها تشارك في البطوله الجايه. بتصدم شايه وبتقول لها ليه؟ بتقول لها عشان اول يوم في البطوله بيكون اول يوم امتحانات والكروته واخده كل وقتك ولازم تركزي في مستقبلك شويه عشان كده خلي ستومو يذاكر لك. بنشوف شايه وهي مش عايزه تذاكر وبقول لها ستومو تناديله باستاذ ستومو. بعدين بقول له نشيدا يذاكر لها رياضه وانجليزي. بعدين بتقول كنادي هنعمل ايه في بطوله بكره وبيجي تاتشي بيقول انه هيشارك لوحده. بيقول نشيدا اللي بيوصل للمباراه النهائيه وبيخسر ممكن يخلوه من الفئه وبقول له يسال في الجمعيه لو بقى من الفئه مش لازم يروح البطوله عشان يعلم مستواه. بقول له تاتشي انه عايز يصعد للفئه بفوزه في البطوله بتكون البطوله دي اخر فرصه ليه عشان يبقى من الفئه عشان يقدر يشارك في بطوله السيد والملكه. ونشوف هو بيلعب بقوه وبيقدر يكسب في الجوله الاولى وبيكون متحمس للفوز بالبطوله. بعدين بيقابل مدرب الجمعيه هناك بيتكلموا سوا على البطوله وبقول له المدرب انه الكل هيشارك عشان يبقى جاهز لبطوله السيد والملكه. وبقول له كمان انت قابلت صاحبك ولا لسه؟ وبيبصوا شويه ورا المدرب وبيلاقوا قدامه اراتا وبيتفاجئوا ببعض. بروح نشيدا وهو بيذاكر مع ستومو وبتضحك عليهم شايه وبتقول لهم انها رايحه الحمام وبتروح تشجع تاتشي وبتبعت لهم رساله بعد ما مشت. ونشوف ان مدرب اراتا يعرف مدرب تاتشي بيفرحوا انهم اتقابلوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيفتكروا ذكرياتهم. وبعدين بتبدا الجوله الثانيه وبيوقف اراتا تاتشي وبيقول له انه كان فاكره بقى من الفئه. بعدين بيديله ورقه مكتوب فيها رقمه وبيقول له يبقى اديها لشايه وبيديها تاتشي بيروح عشان مباراته. بعدين بيشوف شايه في المترو وبيجي لها رساله من ستومو وبيقول لها ترجع تذاكر وبتكون محتاره ترجع ولا لا. وبعدين بتقول انها لازم تشجع تاتشي وما تسيبوش لوحده سواء كسب او خسر. وبتروح وتلاقيه قاعد بره حزين وبتقول له عملت ايه؟ بيقول لها انه خسر في الجوله الثالثه تحزن. وبعدين بيقول لها ان اراتا بيلعب دلوقتي وبتخش تتفرج عليه بتكون مبهوره وهي بتتفرج. بعدين بيشوفها المدرب وهي بتتفرج على اراتا وبيشوف تاتشي وهو قاعد حزين. وبعدين بيشوف اراتا وهو بيلعب وبيكون اللي قدامه مصدوم من لعبه. وبيشوف شايه وهي لسه مبهوره من لعب اراتا بيمشي تاتشي وهو حزين. بعدين بتمسك ايده شايه وبتقول له اراتا عملها وبتكون بتعيط من الفرح عشان اراتا رجع يلعب تاني. بعدين بيفتكر تاتشي ذكرياتهم هما الثلاثه وبيفرح هو كمان برجوع اراتا اللعب تاني. بيشوف اراتا وهو بيلعب وبيكون فاضل بطاقه واحده. بيقول ان اللي قدامه قوي وبيخسر اراتا وبيقدر اللي قدامه ياخد البطاقه وبتصدم ازاي قدر ياخد البطاقه. بعدين بيقوم اراتا وهو غضبان وبعدين بيقابل تاتشي وبيقول له انت بقيت بطيء واللي كان قدامك لاعب قوي وما كانش هيخسر من واحد بقاله 18 شهر ما بيلعبش ولازم تبقى اقوى من كده. بيشوف شايه بتكتب شويه ملاحظات على المباراه بيوقفها تاتشي وبعدين بتقول لاراتا يقعد قصادها وبتتخيل الملكه قدامها وبعدين بتسرح في اراتا. في الوقت ده بتخش كندي وبتتخانق مع شايه عشان سابت المذاكره ومشت. بتقول لها كلنا عايزين نيجي نشجع تاتشي بس لازم نذاكر. وبعدين بيقول المدرب لاراتا يروح ياخد جايزه المركز الرابع بتاعته وبرجع تاتشي الورقه لاراتا وبقول له لو عايز تديها لشايه اديها لها بنفسك. وبقول لاراتا انه ما كانش متاكد لو انت وشايه مرتبطين عشان كده اديتها لك انت. بقول له تاتشي لا احنا مش مرتبطين. ونشوف كندي وهي بتخلي شايه
بتذاكر في القطر وبتفتكر شاية قراطة وهي بتذاكر، وبعدين بترجع وبتعتذر لسوتومو وبتقول لها تاتشي عمل ايه، وبتقول له انه خسر في الجولة الثالثة. فبقول لها سوتومو ان تاتشي بيقضي معظم وقته في لعب الكاروطة، ومع كده بيجيب درجات عالية بيطلع الاول، لو ما عملش كده كان هيسيب الكاروطة. وبقول لها اننا لازم نعمل حاجات احنا مش بنحبها عشان حاجات بنحبها. وبعدين بتقعد شاية بكل حماس تذاكر، وبتيجي واحدة وبتقول لهم انهم يقفلوا المكتبة الساعة 7، وبتقول لها المعلمة تسيبهم وهي هتفضل معاهم. وبتشوف المدرب مروح مع تاتشي واحد من الجمعية اللي بيعاتبه مدرب انه خسر، وبقول له انه كان بيلاعب قراطة وانه قوي جدا ممكن يبقى سيد قريب. وبعدين بيقعد المدرب مع تاتشي عشان يقول له ان كان وصل للنهاية في بطولة ممكن يصعده للفئة عشان يشارك مع شاية وقراطة في البطولة الجاية. بحاول يشجعه وبقول له تاتشي لا، وانه بيلعب البطولة مش عشان الفئة لكن عشان يبني شخصيته كلاعب كاروطة. وبتفاجئ المدرب من كلامه، وبعدين بتشوف قراطة وهو مروح مع المدرب بعد يوم كله تعب. بعد كده بنرجع مع شاوي بتمتحن، وبيكون اخر امتحان وبيكون فاضل 3 ايام على تصفيات البطوله. بنشوف نشيده وهو بيتكلم على الامتحان الانجليزي مع كندي وتاتشي. بيروح النادي بيلاقي شايا وسوتومو بيتدربوا. بنشوف شايا وهي بتلعب بهدوء بتحاول تقلد قراطه في لعبه. بعد ما المباراه بتخلص بتنام شايا وبيجي نشيده يصحيها وبيقول لها تلعب ضده. بنشوف تاتشي وهو بيقول ان شايا بقى تلعب بشكل كويس وما بتتعبش من كتر التمرين، وممكن يكون بسبب انها قابلت قراطه، وبيحاول ما يفكرش في الموضوع. بعدين بيلعبوا مباراه تدريبيه سوا. بنشوف تاتشي وهو بيقرا القصايد وبيندش الكل بعد ما خلص عشان قرا ال 100 قصيده بدماغه من غير ما يقراها من البطايق. بيقول لهم انه بيعمل كده عشان يدرب ذاكرته، وبيقول له نشيد ان دي نقطه ضعفك، انك بتشوف الكلام في دماغك وما بتركزش مع البطايق وحركه جسمك. بيحاول ينصحه يعمل ايه عشان مستواه يعلى ويقدر يشارك معاهم في البطوله. بعدين هما ماشيين بتنتهي المعلمه على شايا وبتقول لها انها نجحت في كل المواد، بتشجعها تركز في البطوله. بتروح شايا تشكر سوتومو وبيفرح بها الفريق كله. بعدين بيروحوا مكان التصفيات وبيكون كريم مجهزه زي الهكامه لشايا، بس المدرب بيقول لها لا مش هتلبسه عشان الجو حر مش هتبقى مرتاحه فيه، مفيش تكييف في البطولات دي عشان كل صوت مهم في البطوله ولازم يكون المكان هادي. بيكون نشيده ماشي مع مدربه القديم وبيكون بين مدربه ومدرب شايا نظره تحدي كده. بنشوف شايا وهي مركزه جامد، وبعدين بيجي سودو بيفكرها مباراتها مع الملكه وانها خسرت بفرق 20 بطاقه، وبتقول له شايا مش المفروض تبقى بتذاكر عشان امتحان الجامعه. بيقول ان الاول والتاني بياخدوا منحه للجامعات المشهوره، وبتتحمس شايا للموضوع وبتفقد تركيزها للمباراه. وبعدين بيستفزها عشان خسرت من الملكه، وبتقول له انها فزت عليها. وبعدين بيتحداها ان اللي يخسر يحلق شعره، وبتوافق. بيروح لها تاتشي وبقول لها انت غبيه كده ليه، هو في بنت بتحلق شعرها؟ وفضلوا يعاتبوا فيها. وبعدين بتروح افتتاحيه التصفيات وبتفتكر كلام قراطه لما كانوا صغيرين وهو بيكلمها على انها تبقى ملكه الكاروطه، وبتتحمس وبتقول انها لازم تفوز. بعدين بتروح تشوف هي هتلاعب مين هي ونشيده. بتكون نشيده هيلاعب سودو، بتقول نشيده لشايا هحاول افوز عشان ما تحلقش شعرك. وبتكون شايا هتلاعب طفله ريكيا، وبتكون لاعبه قويه واحتمال تكون الملكه مستقبليه. بتروح شايا عشان تلعبها وبتقول ريكيا لشايا انها مبسوطه انها تلاعب واحده سريعه زيك. ونشوف المدرب وباقي الفريق بيشجع شايا من بره. بيجي واحد من الجمعيه بيتفرج معاهم ويتكلم مع المدرب ان شايا لازم تستخدم اسلوبها القديم اللي بيعتمد على السرعه، خصوصا وهي بتلاعب ريكيا. تبدا المباراه بتخسر شايا اول بطاقتين وبتتفاجئ من سرعه ريكيا، تندهش من اسلوبها وبتخسر كام بطاقه. وبنشوف ام ريكيا وهي بتشجعها وبتقول انه بفضل ودانها الكبيره بتقدر تسمع البطاقه قبل الكل وتسحبها. شوف ريكيا وهي مبسوطه باللعب وسط دهشه تاتشي، هو بيقول مش ممكن تكون اسرع من شايا. بنشوف شايا بتركز وبتحاول تلعب باسلوبها الجديد، تقدر تاخد بطاقه وبتفرح وبتكمل بنفس الاسلوب وبتقدر تاخد كام بطاقه. وبعدين بتقول ريكيا ان شايا قويه بس برضه بطيئه، بتتضايق شايا وبتقول انها كانت زي ريكيا بتحب السرعه، وان الناس بيقولوا عليها اني سريعه بس فهمت ان في حاجات تانية اهم من السرعه. وبعدين بنشوف ريكيا بتختار البطاقه الغلط بسبب سرعتها. شوف الناس بيتكلم عن مباراتهم باهتمام. بنلاقي بعد كده شايا بتحلل اللعب لريكيا وبتحرك بطاقه وبتحاول تهدى، بتفتكر الست الكبيره اللي كانت لعبتها قبل كده بتحاول تقلدها. ونشوف فريق بيشجع شايا وكمان المدرب وهو بيقول لها تقدر تستخدم سرعتك دلوقتي. بتردد شايا شويه وبعدين بترجع تركز وبتستغرب ريكيا من تركيزها. بتقدر شايا تاخد كام بطاقه وبتحاول ريكيا ترجع بس بتاخد البطاقه الغلط تاني. وبنشوفها وهي مش عارفه تعمل حاجه وقربت تعيط. بتقدر ريكيا تاخد بطاقه وبتفرح شويه بعد ما كانت هتعيط، وبتفوز شايا وبتعيط ريكيا وبتعيط معاها شايا. بنشوف المدرب وهو بيتكلم مع اللي جنبه بيقول انه عايز يقدم لشايا مستوى اكتر من كده وانها محتاجه حاجات تانية كتير هتخليها احسن لاعيبه كاروطه. بنشوف وهي بتضحك مع ريكيا وبعدين بتودعها ريكيا وبتمشي. وبتسمع ناس بيتكلموا عليها من ورا الباب وبيقولوا انها مش عبقريه في اللعب وانها ضعيفه، بس بتفتح باب شايا وبتسكتهم وبتروح ريكيا لامها وهي مبسوطه. بنشوف بعد كده تيش بيحاول يبعت رساله لقراطه بس مش لاقي كلام يقوله. بعدين بنشوف شايا وهي بتاكل شوكولاته زي مفجوعين، بعدين بيكتب رساله وبيبعتها. شوف قراطه وهو حزين بعد ما عرف ان صديقه خسر قدام واحد قوي وانه كان بيحلم يكون سيد وخلاص فقد الامل في كده. بعدين بيشوف رساله تاتشي وبيتحمس شويه. بنشوف شايا وهي رايحه بسرعه على المدرب وبتقول له انها تقابل ياماموتي، وبتقول له تعمل ايه. وبتصل المدرب وبيسال تاتشي مين ياماموتي، وبيقول له المدرب انها الملكه السابقه. وبعدين بيروح للمباراه وبنشوف ياماموتي وهي بتقول ان شايا جميله زي ما بيقولوا، بتقول انها تعبانه وايه اللي خلاها تشارك في البطوله اصلا، بيكون ما عندهاش شغف للعب.
اللعب. بتشوف شاية توزيعها على البطايق وبتقول ممكن اكسب عليها، وبتفتكر شاية انها شافتها وهي بتفوز بلقب الملكة زمان مع المدرب. بتقول باين من ايديها انها كانت بتدرب بجد عشان تحقق حلمها. شوف فريق وهو بيتفرج عليهم وبيتكلموا على ياماموتي، بيسألوا نشيدة عنها بما انها كانت في الجمعية بتاعتها. بيكون نشيدة مكتئب عشان خسر من سودو، وبيسألوا تاتشي عن طريقة لعب ياماموتي، وبيقول لهم انها بتلعب بثبات وهدوء. بعد ما بقت ملكة استقرت وبقت ضعيفة. بعدين بيجي المدرب بتاعها بيقول له ما تتكلمش عنها ومشجعها عشان ترجع تاخد لقب الملكة. تبدأ المباراة وبتخسر شاية اول بطاقة. تحاول تهدى وبيكون الجو حر جدا. بتقول انها بتلعب قصاد الملكة السابقة ولازم اركز جامد. بتقول ان الموضوع ممتع وبتقدر تاخد بطاقة وبتاخد كام بطاقة كمان، وبيشجعها فريقها. بنشوف ياموتي وهي غيرانة من شاية وانها ما كانش عندها غير الكاروتة. بعد 10 سنين من التعب عشان تبقى ملكة خسرت اللقب قصاد وكامية الملكة الحالية اللي قدرت تكسبها وهي عندها 15 سنة. اكيد زمانها نسيتني دلوقتي. بتقول لو فزت دلوقتي هقدر اقابلها تاني بس مش هقدر افوز. بنشوف اللاعبين بدأوا يعانوا من الحرارة وبتقدر شاية تاخد بطاقة. وبتشوف ياماموتي بتبتسم وبتستغرب هي بتبتسم ليه، وبتقول انها لعبت الكاروتة كتير ووصلت للقب الملكة وخسرت، واكيد خسرت شغفها للعب. افتكر نشيدة لما كانت ياماموتي عمالة تخسر بحاول المدرب كل مرة يواسيها عشان ما تزعلش، بيقول انها تعبت بس مش من اللعب، من الخسارة. ونشوف شاية وهي بتفتكر كلام المدرب وبتقول انها مش هتخسر. بنشوف ان بقى في بخار على الازاز من كتر الحر والناس اللي بره بقى شايفين بالعافيه. شوف ياماموتي بتبص لشاية وبتتفاجئ من تركيزها في المباراه. تقدر شاية تاخد منها كام بطاقه. شوف كانت وهي معجبه بالست اللي بتقرا القصايد وصوتها الجميل، وبص تومو ان في مباراه الملكه بيكون فوق الراء متخصصين وصوتهم احلى. شوف ياماموتي بتقول انا بعمل ايه وبتحاول ترجع للمباراه. بياخدوا هما الاثنين البطاقه الغلط. بعدين بتقول ياماموتي لازم اكسب واحسم الموضوع هنا. وبعدين بيفتح المدرب الشباك وبيدخل شويه هوا عليهم. بيروح المشرف وبيقول له ما ينفعش تفتح الشباك، وبيقول له المدرب هيتخانقوا من الحر يا غبي، دخلهم شويه هوا. وبعدين بيقول له امسح الشباك ويبدا يشجع ياماموتي، بيرجع لها الشغف في اللعب. وبعدين بيقفلوا الشباك. وسكر كلامه بعد كل خساره وبتتحمس شويه. تحاول شويه تهدى وتركز. وبعدين بتقدر شويه تاخد بطاقه وبتقول لها ياماموتي انها المفروض تتحسب ليها. بتشرح لها ليه، ما بتعرفش شويه ترد عليها وبيستغرب تاتشي من اللي بتقوله. بالنشيدة انها رجعت لمستواها بتاع زمان. بتشوف وهي عماله تقول اخطاء في اللعب بتعملها شاية وده بيصعب الموضوع على شاية. بتحاول شاية تركز عشان ما تغلطش وتكسب. وبتقدر ياماموتي تاخد كام بطاقه. تفقد شاية تركيزها وثقتها وبقت متوتره وبيتبقى بطاقه وبتخسرها شاية وبتفوز ياماموتي بالمباراه. ونشوف شاية حزينه بعد ما خسرت بعد ما كانت قريبه للفوز والتاهل. بنشوف شاية في حاله دهشه بعد ما خسرت من ياماموتي. وبعدين بيروح مدرب ياماموتي وبيكون فرحان وبيهنيها بالفوز، بيقول لها انها عايزه تفوز بلقب الملكه السنه دي. تخرج شاية وهي حزينه وبتعيط وبتجري، وبيروح وراها الفريق وبيحاول يواسيها. وبيجي سودو وبيفكرها بالرهان انها تحلق شعرها لو خسرت. بيحاول الفريق يخلوه يسامح وما تعملش الحكم. وبعدين بيجي المدرب وبيقول له انت لسه ما لعبتش في مباراتك الاولى، لو كسبت هتنفذ الحكم. بيكون المدرب هو اللي هيقابله وبيقول له سودو مش هتفوز عليا برضه. وبيقول له المدرب هنشوف مين هيفوز. وبعدين بيقعد الفريق وبيشوف هيعملوا ايه، وبيقول لهم تاتشي ينزلوا يشجعوا المدرب وياماموتي وانا اقعد هنا جنبها. بيكون تاتشي حزين عليها. وبعدين بيفتح موبايله وبيشوف رساله اراتا بيقول لشاية انه فاز في الجوله الثالثه. بعدين بتيجي كنادي وبتقول لهم ان المدرب هيلاعب سودو دلوقتي يلا عشان نشجعه. بيقول تاتشي لشاية تخرج وتيجي تشجع معاهم بس ما بتردش. بيكون تاتشي حاسس بيها عشان خسر قبل كده كتير وكان بيتمنى الفوز. بيقول ان اراتا الوحيد اللي يقدر يساعدها. بيفتح شاية الباب وبيقع تاتشي على رجليها وبتقول له انت بتعمل ايه هنا، لازم تروح تتفرج على المباراه، المدرب وسودو دول هيكونوا منافسينك في الفئه السنه الجايه. وبينتهي تاتشي من كلامها وشكلها. بتقول لها كنادي ان تاتشي كان قاعد هنا عشان قلقان عليكي. وبعدين بتعتذر منهم وبتاخدهم وبتمشي. تبدا مباراه المدرب وسودو. بيلعب المدرب بكل قوه وبنشوف سودو بيقول انه قوي بس بدا يتعب عشان سنه الكبير. وبنشوف شاية وهي بتتفرج على مباراه ياماموتي وبتحلل لعبها. بعدين بيديها تاتشي الجاكيت بتاعها عشان ما تبردش. بعدين بتشكر شاية الفريق عشان كانوا بيشجعوها بتعتذر ليهم انها خسرت. وبيقدر المدرب يفوز وبنشوف سودو هو مندهش منه انه خسر. بعد كده بيروحوا يهنوه بالفوز. وبيقول المدرب لشاية انها ما شكرتش خصمها على المباراه. بيقول لها حتى لو كنت زعلان وخسران لازم تشكري خصمك على المباراه دي، اداب اللعبه. وبتقول له حاضر. وبعدين بيبدا النائب وبتفوز ياماموتي وواحد كمان بيتاهلوا للبطوله. شوف شاية كان اللي كانت لعبت قصادها قبل كده وبتسلم عليها. وبعدين بيشوف شاية في المحطه في واحد غريب معجب بيها بيطلب منها انها تخرج معاه. تحكي شاية اللي حصل لكنادي بتقول لها ارفضي احنا مش عارفينه هو من اي مدرسه. بنشوف شاية متحمسه للموضوع عشان دي اول مره حد بيطلب منها انها تخرج معاه. بنشوف بقى الفريق بيتكلموا عن غبائها وان محدش بيقرب منها في المدرسه بسببه. وبتحكي شاية لتاتشي وبيقول لها اخرجي معاه انت محتاجه تجربي الموضوع بنفسك. وبعدين بيقول
بيقول لها ينفع تخرجي مع واحد ما شوفكيش وانت بتلعبي الكاروته؟ بعدين بيجي لها رساله منه وبياخد تاتش التليفون وبيمسح رقمه، بيقول لها من بكره تصحي بدري وتركبي معاه القطر اللي بركب فيه. تفهم كده ان تاتش بيحب شايه وخايف عليها بس مش مبين. بعد كده بنشوف شايه بتفكر تكلم اراتا بعد ما خسر في الجوله الرابعه ومعرفش يتاهل وبتفكر في حالته دلوقتي. شوف اراتا هو راكب العجله وبيحفز نفسه وبيقول لازم اتدرب اكتر واكتر عشان افوز. وشوف اراتا هو رايح لصاحبه وبيقول له يرجع يلعب الكاروته تاني ويتدرب معاه، بس انه خساره يسيب الكاروته دلوقتي. بيقول له عادي لما نخسر من حد قوي ده المفروض يشجعنا نبقى اقوى، بس هو بيرفض. بيقول له انه خلاص ما بقاش مهتم بالكاروته ومش عاوز يرجع بعد ما خسر قدام واحد قوي جدا وده احبطه بعد ما كان عايز يبقى سيد. وبيقول له اراتا ما تهربش وتضيع فرصتك انك تبقى سيد. بيقول له هو محبط انه مش هيقدر يوصل لمستوى السيد وبيسيبه وبيخش بيته. بشوف شاي وكنادي رايحين يتفرجوا على التصفيات النهائيه للسيد والملكه واللي بيفوز ليه الحق انه يلاعب الملكه او السيد وياخد اللقب. بتعاتب شاي نفسها وبتقول لو كنت ركزت شويه كان زباله بلعب معاهم دلوقتي. وشوف ساعات اللعيبه للمباراه وكل واحد متحمس للفوز، ومع بدايه المباراه بنشوف قوه اللاعبين وتركيزهم. وبعدين بنشوف اراتا بيكسب عيل صغير وبيحط عليه، وبنشوف العيل الصغير بيقول له ان هيبقى اقوى زيه وهيهزمه في مره وبيفرح اراتا بيه. وبيروح للتصفيات وبتكون ياماموتي هي اللي فازت. وبنشوف اللاعب اللي من جمعيه المدرب تعبان من الحر، وبعدين بيجي المدرب ويفتكر ان الجمعيه تطلع سيد الكاروته وبيحضنه وبيعيط وسط دهشه وحزن من الجميع. وبترجع شاي التدريب بكل حماس ورغبه انها تبقى اقوى. وبنشوف شاي فصل وبتقول لها صاحبتها انها قلقانه عليها، وبتقول لها شاي انها نجحت ومستواها بقى عالي. بتقول لها انا مش بتكلم على الدراسه، انا بتكلم انك بتقضي كل وقتك في الكاروته وبس، انت ما عندكش اي حاجه تانية تعمليها زي انك تكوني صداقات او تخرجي. وبتديها دعوه لحفله راس السنه وبتقول لها عندك حاجه؟ وبتقول لها شاي هلعب الكاروته، بس هي ما بتسمعش كلامها وبتقول الفصل ان شاي جايه الحفله. بعدين بيروح الفريق كله الحفله، بنشوف الناس بترحب بشاي وبنشوفهم مبسوطين وبيلعبوا كلهم. وبعد الحفله شاي بتتصل باراتا، اول ما بتسمع صوته بتفرح بيقول انه في حفله في الجمعيه واسف على الدوشه، بس شاي لسه ما بتردش وبيندى عليها وبتفتكر شاي كلام كنادي عن قصيده من القصايد. وبتقول شاي لاراتا انها مبسوطه انها سمعت صوته وبتقفل معاه، وبعدين بتمشي تروح للفريق. بتشوف شاي رايحه البيت تاتشي عشان تتفرج على مباراه السيد والملكه هناك، وبتقول لها تاتشي اشمعنى عندي؟ بتقول له عشان انت عندك تلفزيون كبير. بتكون شاي متحمسه اول المباريات. بعدين بتيجي ام تاتشي وبتسلم على شاي وده بيربك شاي عشان ما بتحبهاش وبتشكرها انها خلت تاتشي يلعب الكاروته. تحس شاي بالرعب منها وبتقعد متوتره وهي عماله تقول بتكرهني بتكرهني. بقول لها تاتشي تيجي تتفرجي في الاوضه بتاعتي، انا عندي تلفزيون هناك وبكده مش هتكوني متوتره من امي وهتركزي في المشاهده. بعدين بقول لها انا هطلع الاول. بتفتكر شاي لما تاتشي منعها تطلع غرفته وبتكون مندهشه منه. بعدين بتخشها وبيفتكروا هي كانت عامله ازاي وهم صغيرين. وبعدين بتيجي امه وبتقول له يسيب الباب مفتوح عشان صحابهم جايين. بنشوفهم هم معجبين بالتلفزيون الكبير، وبنشوف ان ام تاتشي مش حابه انه يكمل لعب الكاروته، بتقول له هتفضل تلعبها لحد امتى؟ بس هو بيسيبها وبيطلع. بيبدا بس البطوله وبتكون شاي متحمسه تشوف الملكه، بس بيتفاجئوا كلهم لما بيشوفوا بعد ما وزنها زاد. وتعجب كنادي بلبس الحكامه بتاعها، تعجب شاي بشنطتها. بقول تاتشي مش كده هيبقى صعب عليها تلعب بعد ما كانت متعوده تلعب وهي نحيفه، كده سرعتها هتقل. وبعدين بيبدا مذيع يتكلم على احداث المباريات وبيتكلم على اللعيبه وحياتهم. بتشوف ياماموتي وهي بتشجع نفسها عشان تفوز. شوفوا المذيع بيتكلم عن الملكه وعن لبسها. بنشوفها وهي بتدرب ايديها قبل المباراه. وبنشوف الملكه وهي متضايقه من الحر واللي هي لابساه بس لازم تلبسه عشان جدتها. بتفتكر ذكرياتها زمان لما امها اتطلقت وراحت عند جدتها. وبنشوف طفوله الملكه وانها كانت بتحب البطايق والصور اللي على البطايق، وفي يوم لقت عند جدتها بطاقه الكاروته وحبتها قوي. بعدين بتقع منها البطايق وبتزعق لها امها. بعدين بتيجي جدتها وبتقول لها لو عايزه تلعبي الكاروته روحي جمعيه الكاروته اللي جنبنا. وبتبدا المباراه وبتقدر ياماموتي تاخد كام بطاقه من الملكه. بول نشيده لشاي تتعلم منها ازاي تدافع وتهاجم. بعدين بنشوف ياماموتي بتقوم تقف تعدل ازاي، وبنشوف مدربها متحمس لفوزها بقيه اعضاء الجمعيه كمان. بنشوف الملكه بتعاني بسبب وزنها الزايد وبتقدر ياماموتي تاخد البطايق. وبنشوف الملكه وهي مركزه وبتفتكر ذكرياتها في المدرسه لما كانوا الطلاب مستغربين هي بتبص لبطايق كتير ليه. بعدين بيقرروا ياخدوا منها البطايق ويخبوها. بتيجي الملكه وبتتفاجئ لما بتلاقيهم اختفوا. بنشوف الطلاب واقفين بيتفرجوا عليها فرحانين، بس هي بتدور عليهم وبتلاقيهم. بنشوف الطلاب مندهشين منها وبتكون اخر ورقه فوق المصباح وبتقع عليها بتقول زي ما انا بحب الكاروته برضه بتحبني. نرجع للمباراه بتقدر الملكه تاخد البطاقه تندهش شويه منها وبتحلل لعبها وبتكون معجبه بيه. بنشوف الملكه بتقدر تاخد من ياماموتي كام بطاقه ورا بعض وبتفاجئ ان شيدا وبقول كده هتخسر ياماموتي. بنشوف شاي بتفتكر كلام المدرب لما قال لها تعتبر 100 بطاقه اصدقائها. بتشوف ان الملكه بتعمل كده وبعدين بتعيط. بتبص لها تاتشي بقول اكيد عايزه تتدرب دلوقتي، وانها اتحمست بفرجتها على قوه الملكه. بنشوف شيدا والمدرب بيشجعوا ياماموتي
وبيقول لها ما تستسلميش. شوف يا موتي بتعاني شويه بس بتحاول ما تستسلمش. ونشوف بطاقه من مباراه السيد بتخبط في ظهر الملكه قبل ما تاخد البطاقه وبتنديه الشايه وبتقول ده معناه ان اللي بيلعب في مباراه السيد اسرع من الملكه. وبعدين بتقدر وكيميه تفوز وتاخد لقب الملكه للسنه الثانيه على التوالي. بيعزل المدرب ونشيدة على خساره ياماموتي. بتشوف ياماموتي وهي حزينه وبتقول ان في 20 واحد جم يشجعوها مع ان فرصتها كانت ضعيفه الفوز وبرضه جم يشجعوها. وتفضل تعاتب نفسها وبتعيط وبعدين بتفتح الباب وبيكونوا كلهم وراها وبتعيط وبتقول للمدرب انها عايزه تيجي هنا تاني. وبعدين بنشوف مقابله تلفزيونيه مع الملكه. بتشوف كمان شايه بتقول كده مش هقدر اهزمها، لازم اشوف طريقه ابقى اقوى بيها. وبعدين بتقول لتاتشي هات البطايق اللي عندك، بس هو بيكون سرحان وبيقول لها نشيدة ان العرض الحقيقي لسه ما بدأش، المباراة الجاية هتكون مباراة السيد ودي فرصتنا الوحيدة نشوف هيساشي بيلعب. شوف ان الكل بيتابع مباراة السيد، كل اللي بيلعب الكاروتا بيتفرج. شوف بعد كده المذيع بيقدم اللاعبين وبيكون هيساشي سيد الكاروتا ال4 سنين ورا بعض. بشوف اللي قدامه بيحمس نفسه وبيقول لازم اكسب، انا تعبت كتير لحد ما وصلت للمرحلة دي. بيقول نشيدة لشاية تتفرج كويس على المباراة عشان هتعلم حاجات كتير. شوف راتا برضه بيتفرج بكل التركيز، مع اول بطاقة بيبان قوته في اللعب اللي اذهلت الكل وخلتهم كلهم مندهشين. بشوف المذيع متفاجئ من اللي عمله هيساشي، طريقه سحبه البطاقه مع ثاني بطاقه بيقدر ياخدها هيساشي. بشوف اللي قدامه بدا يتوتر. بشوف هو بيقول البطايق بتفكره بالمناظر الطبيعيه. بعد كده شايه بتبص عليه وهي معجبه بلعبه وباقي الفريق مرعوبين من مستواه. بشوف صاحب اراتا واخواته بيتفرجوا على المباراه وبيكون هيساشي هو اللي خسره. بشوف اراتا وهو بيحلل لعب هيساشي وبيفتكر كلام جده على قوه السيد في اللعب وبيحاول يتخيل انه بيلعبه ويتدرب وبيشجع نفسه انه يقدر يفوز عليه. نرجع المباراه بيكون هيساشي فاز بكل قدامه مش مصدق اللي حصل فيه. بيشوف اراتا وهو بيقول لجده ان الموضوع صعب بس هيفضل يحاول. وبعدين بيروح لتسليم الجوائز بيشوف ناس بتهني هيساشي وبيروح مدرب الملكه القديم يهنيها وبيقول لها تزورهم في الجمعيه عشان ده هيفرق الاعضاء وهيحمسهم للعب والتدريب وتقول له ان ده شرف ليها وهتبقى تيجي. بعدين بيشوف حصلت مدرب ياماموتي وبيقعد يتكلم على السيد والملكه وانهم ما عندهمش مدرب ومستواهم قوي جدا. بعدين بياخدوا صوره للملكه والسيد مع بعض. بيشوف اكتئاب الفريق بعد ما يشوف مستوى الملكه والسيد. بعدين بتخش تاتشي وبتقول لهم انتوا حزنين ليه؟ بعدين بتقول لهم مش هتروحوا ولا ايه؟ وشوفوا هم مروحين في هدوء وشهايه بتقول لنفسها ان كده مش كفايه ولسه الطريق قدامه طويل. بعدين بتودعهم شهايه وقبل ما يمشي بيقول لها سوتومو انها تقدر تاخد 20 بطاقه مقطع اول وده بيحمسها. بشوف تاتشي وهو قاعد حزين وبعدين بيتصل باراتا واللي بيرد بحماس وبيقول له سنه سعيده. بيقول له تاتشي شفت المباراه؟ بيقول له ايوه. بيقول له نفكر ازاي يقدر يهزم السيد، في ناس هتساعده يفهم طريقه لعبه. بعدين بيجي له صاحبه بيقول له يلا نلعب وده بيفرح اراتا وبيحمسه للتدريب. وشوف سوتومو وهو قاعد يشرح لشاية طريقه لعبها بعد ما حللها وازاي تقدر تبقى اقوى وتستفاد من سرعتها واهتمامه بالموضوع بيحمس شاية. شوف شاية وهي واقفه في الطرقه وبتقرا شويه قصايد بتفكر في كلام سوتومو وانها لازم تكون قد ثقته فيها. بتشوفها كنادي وبتكون مندهشه منها وبتيجي تقف جنبها وبتستمع ليها بسعاده. وبعدين بتتخض شاية منها من كتر تركيزها وهي اصلا ما كانتش واخده بالها منها. وبتقول لها كنادي بكل سعاده انها عايزه تبقى قارئه قصايد وتقرا في مباراه الملكه والسيد. بتقول لها شاية بتتكلمي بجد؟ بتقول لها دي حاجه عظيمه وبتشجعها الموضوع. بتقول لها انها لازم تكون لاعبه من الفئه عشان تبقى قارئه وده بيصدم كنادي. بعدين بنروح للنادي والتدريب وبنشوف كنادي قاعده مكتئبه بعد ما عرفت صعوبه انها تبقى قارئه. بنشوف تاتشي وهو بيتدرب باسلوب جديد وبقوه بعد كلامه مع اراتا. بنشوف الكل متفاجئ منه وبيفضل يفكر تاتشي في كلام اراتا. بعدين بيتحدى شاية بعد ما خلاها تخسر تركيزها وبدا المباراه. بتكون كنادي القارئه وبتقول انها هتجتهد عشان تحقق اللي هي عايزاه. بتحاول تتدرب ازاي تقرا باحترافيه زي ما بيحصل في البطولات وبتقعد تصحح في الاخطاء اللي بتعملها وبتكون دايما شايفه حلمها قدامها. وبنشوف في اجتماع مدرسين انهم عايزين ينقلوا مكان نادي القاروطه لمكان اصغر وجنبه دوشه وبترفض المعلمه وبتدافع على النادي وبتقول لهم انهم مجتهدين جدا ويبقوا حاجه كويسه في القاروطه ولازم ندعمهم. بيحاول بقيه المدرسين معاها بس هي بترفض نقل النادي. بعدين بيتفقوا انهم لو جابوا كمان 5 اعضاء للنادي السنه الجايه مش هنقله. بنرجع للنادي وبيكون شاية سمعت صوت ورا الباب وبتلاقي كنادي رساله جنبها بتكون من المعلمه بتقول لهم اللي حصل وانهم لازم يعينوا 5 اعضاء جداد. بيزود لهم ميزانيه النادي وبتفرح كنادي انها زودتها. بعدين بنشوف ذكريات اول محاوله لشاية لتكوين النادي. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت كلنا قبل ما نمشي نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم احمد رمضان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.